القبض على رئيس حي بعد توليه المنصب لتنفيذ حكم في قضية رشوة. حكم غيابي، هذا الحكم ربما قابل للتعديل لأنه حكم غيابي كما هو معروف. من الممكن أن تعاد المحاكمة وعلى حسب ما ترى المحكمة إذا كان مدان أو لا. ولكن اللافت للنظر في هذا الخبر أنه يقول أنه تبين وجود حكم غيابي عليه بالقضية جنايات شرق. المهم ان هي القضية كانت منظورة منذ عدة سنوات وتم الحكم فيها غيابي. اللافت قلنا ان هو سبق القاء القبض على هذا المسؤول من الرقابة الإدارية في عام 21 خلال توليه رئاسة مجلس أيضا محافظة أخرى. وواجه اتهامات بالفساد المالي والإداري والتربح غير المشروع خلال التحقيق معه من الرقابة الإدارية. وإن هو في فترة سابقة كان رئيس حي برضو في مكان مهم وشغل منصب سكرتير عام في محافظة سياحية مهمة، وبعدها تدرج في المناصب في المحل في عدد من المحافظات الأخرى. هذا يشير إلى أو يطرح سؤال على أي أساس تم اختياره لهذه المناصب جميعها. هذا يذكرنا بفيلم احكي يا شهرزاد، عندما رفعت احدى الممثلات ريافتة تقول فيها على اي اساس تختارون هؤلاء. ما زال ربما السؤال مطروح، على اي اساس تم اختياره لهذه المناصب العديدة وفي محافظات عديدة.